طيب دعني الآن معك كابتن هيثم نفتح قوس فيما يخص نادي الزمالك، ولك كامل الحرية للحديث عن ماذا يحدث لفريق بحجم وقيمة نادي الزمالك. فقير فنيا، مفلس من ناحية الهوية. نحن نتحدث عن فريق بحجم نادي الزمالك، أعتقد أن اللاعب يدرك أي قميص يرتدي. أي لاعب حاليا، أي مشجع في كامل الوطن العربي ليس فقط في جمهورية مصر يعرف قيمة فريق الزمالك. الشوط الأول هو الشوط الثاني، ولو لعبوا 4 و5 أشواط سيكون هذا هو الحال. أولا دعني أهني فريق شباب بلوزداد، مبروك يا رفيق، ومبروك للفريق الحقيقة، ومبروك لعناصر الفريق لأن مقدرين قيمة التيشيرت اللي هم لابسينه. مبروك لنبيل الكوكي لأنه عمل فريق مميز. مبروك للفريق اجمالي ان هو يفوز على الزمالك ذهابا وايابا ولا يستقبل اي اهداف ويحصل 6 نقاط من اصل 6 نقاط. اشوف ان الكل مسؤول عما بيحدث داخل نادي الزمالك، بدءا من الاداره ثم الجهاز الفني ثم اللاعبين. نوعيه اللاعبين اللي استخدمها نادي الزمالك في هذا الموسم ممكن تكون لعيبه مميزه في انديه ثانيه، ولكن لا تصلح لارتداء تيشيرت نادي الزمالك، لا تستطيع تحقيق طموحات جماهير نادي الزمالك، وخصوصا ان اللعيبه اللي غادرت النادي اقل منها احسن منها بكتير، يعني اللي جم اقل ممن غادر. وبعدين بنفاجئ باسعار اللاعبين اللي جت اسعار خياليه فلكيه. كان ممكن تقدر تحافظ على فرجاني ساسي، تقدر تحافظ على امام عاشور، تقدر تحافظ على بن شرقي. فالعين اللي بتشتري، العين اللي بتختار، لابد من حدوث تغيير. ده اولا. ثانيا نوعيه اللاعبين، في لعيبه لا تصلح لارتداء فنيه نادي الزمالك. الهدف الاول شوف معايا عبد الغني بيعمل ايه. عايز اقول له عبد الغني انت مدافع، واهم حاجه من سمات المدافع الشجاعه، الجرأه. اكيد اتفرجت على محمود سعد، واتفرجت على سامي منصور، واتفرجت على هشام يكن ومدحت عبد الهادي وتامر عبد الحميد. الجول الاولاني مفيش مدافع بيدي ظهره كده للاعب وهو بيسدد، وخصوصا ان هو رايح على رجله الشمال. يعني لو الاعداد يجيب لنا الهدف الاول لفريق شباب بلوزداد، اتفرج على عبد الغني في اللقطه دي. عبد الغني في اللقطه دي رايح ترد، مش واحد رايح يدافع عن اسمه، عن ناديه، عن شرفه. رايح بيجري ورايح على القدم اليسرى، ومفيش مدافع يدي ظهره كده. ادي وشك لكوره ان شاء الله، حتى تيجي في وشك، تيجي في اي حاجه، المهم ما تدخلش جون. ما اروحش ادي تاديه واجب كده. كان منظر سخيف وسيء صراحه. بص عبد الغني رايح، بص مفيش مدافع يروح ترد كده ويروح ريلاكس ويدي ظهره. طب افرض الراجل لمك، افرض الراجل رقصك وبعدين رايح على القدم اليسرى، هو الراجل بيلعب برجله اليمين، موت نفسك، اقفل عليه الزاويه. انما مش هحمل لاعب مسؤوليه انهيار، هو واحد ضمن منظومه. نفس الشيء بالنسبه للهدف الثاني، دونجا في الرقابه كان هو المفروض مسؤول عن الراجل اللي سجل الهدف. اخطاء لا حصر له، ولكن دي مش وليده اللحظه، دي تراكمات، الموسم، تراكمات. برافو عليك. اللعيبه اللي جت اقل كتير واسعارها مبالغ فيها. امام عاشور لما يمشي في وسط السيزون، واللي بنسمعه عن عقد امام عاشور، نفس الشيء بالنسبه لبن شرقي لما مشي. حاجات كتير حصلت في الفترة الأخيرة، انهيار تام حصل نادي الزمالك. ثم نأتي إلى الإدارة الفنية. أنا أعتقد أن فيريرا الاثنين لوحدهم يجب عليه الرحيل صراحة، لأن لما مدير فني يمشي ويقبل بالإقالة ثم يعود عشان الراتب أو الشرط الجزائي، خلاص هو نزل من نظر اللاعبين ونظر الجماهير وما عندوش جديد يقدمه. مهند، أنا كنت بشوف فيريرا بيتكلم مع اللعيبة وبيوجه. راجل 77 سنة أعتقد استنفذ، ليمونه واتعصرت. وزي ما قلت لك انا مش طالب جامعه بجيب امتياز في سنه اولى، امتياز في سنه ثانيه، امتياز في سنه ثالثه، سنه رابعه سقطت. مش هتقول لي لا هنجحك عشان انت كنت بتجيب امتياز. اوكي، فيريرا له بصمات وله بطولات وله تاريخ، انما فشل. لابد من التغيير على الاداره الفنيه سريعا. طيب بقيه المباريات التي لعبت في هذه الامسيه عبر قنوات بي سبورتس، وسنبدا بمواجهه الترجي، بما ان هذه المواجهه مرتبطة بشكل مباشر مع مباراة شباب بلوزداد، بما أن الترجي سيلعب مع بلوزداد تحديد المركز الأول. صحيح. هدف غريب بيحرزه فريق الترجي، كان في خطأ كبير جدا من الراجل رمى الأوت وأيضا قلب الدفاع، ولكن بيعود المريخ بضربة جزاء صحيحة في نهاية المباراة. طبعا المريخ كده فقد أماله في الصعود، كان يهمه أن الزمالك يعمل نتيجة إيجابية مع شباب بلوزداد، ولكن بفوز شباب بلوزداد على الزمالك كده المريخ والزمالك اوت، والصعود ما بين الترجي وشباب بلوزداد على مين اول ومين ثاني، ولكن الاثنين ضمن اللعب في كوارتر فاينل. الاهلي يتفوق برباعيه على اضعف فرق هذه المجموعه الثانيه، ويقاتل من اجل الحظوظ. نعم يقاتل، خاصة المباراة الأخيرة
يعني الحين ننتظر مباراة الهلال بكره ان شاء الله. لو يفوز راح يحسم تأهله، ولكن لو لم يفوز بكره الهلال يعني اخر مباراة راح تكون ماشي غير مصيريه، اكثر من مصيريه يعني، لانه راح الصراع يصير بين الفريقين في اخر جوله. صراحه الاهلي اليوم مباراه في القمه، من احسن مبارياته في الجولات الخمسه اللي لعبت. اداء مميز، شفنا هجوم مسجل 4 أهداف، ما تلقى ولا هدف، دفاعيا صلب. بكره يا اما تحسم يا اما ننتظر المباراه الاخيره. والمستغرب حقيقه، لا اذكر حقيقه حاليا في هذه اللحظه اني لا اشاهد فريق مصري في دور ربع النهائي من سنوات طويله. صح، يعني في حاله خاصه الاهلي ولا الزمالك. حقيقه الذاكره تخوني في هذه اللحظه. لا 2016 الزمالك فاينل، 2017 و18 الاهلي فاينل، 2020 الفرقتين وصلوا الفاينل. يعني دائما الاهلي الزمالك متواجدين. في ازمه ولا عثره او كبوه جواد او في ازمه؟ يمكن الاهلي في ازمه في الكره المصريه. في ازمه. الاهلي انا نظن نوعا ما كبوه، خاصه انه تاثر شويه نوعا ما مع كاس العالم للانديه وتاخروا يمكن، لكن الزمالك صراحه كان اصلا داخل في ازمه اداريه وفنيه لا في كمان منتخب مصر تحت 20 سنه بطوله افريقيا في ارضك ولم تتاهل كاس العالم للدور الثاني، مش كاس العالم فقط. التفكير في ارضك كاس العالم. صحيح تصل دور نصف نهائي تتاهل لكاس العالم. على كل وصلنا نهايه هذا الاستوديو، لم يبقى لي الا نشكر الكباتن. مبروك مره اخرى كابتن رفيق، حظ اوفر كابتن هيثم. شكرا. وصلنا مشاهدينا الكرام نهايه هذا الاستوديو، لم يبقى لي الا ان اشكركم على حسن المتابعه الاصغاء، والزملاء خلف الكاميرات في الاعداد في التنفيذ وكذلك في الاخراج. دمتم بخير، في امان الله.